السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي متابعين قناة مطبخ العائلة مع أم فرح؟ يا رب تكون اوقات كلها راحة بال وحسن الأحوال، اللهم امين يا رب العالمين. عايزين نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. احنا قاعدين طلبوا مني حلويات، نسكت؟ لا ما نسكتش طبعا. كان عندي سميد بسبوسه، قلت لهم خلاص هعمل لكم شويه بسبوسه، حاجه كده تاكلوا صوابعكم وراها، بسر المطاعم وبسر المحلات الكبيره جدا يا جماعه. وانا معتمده الطريقه ديت الصراحه من زمان، وبتطلع معايا ممتازه جدا، بتطلع معايا مرمله وتحفه تحفه تحفه. نعرف مع بعض المكونات. انتي ممكن تعملي بنص كيلو سميد او ب3 كوبايات، ال3 كوبايات بيعايروا نص كيلو من السميد، تمام. فانا معايا الصراحه ازيد من نص كيلو. معايا كوبايتين من الحليب، ومعايا كوبايه من الزبادي، معايا بيكنج باودر، وهنحط الفانيليا دلوقتي. معايا هنا كوبايتين من السمنه البلدي، ومعايا بقى هنا السكر. معايا هنا كوبايتين من السكر، هولع عليهم دلوقتي على نار هاديه يتكرملوا معايا، بس هحط عليهم نص كوبايه من الميه. يبقى نقول المكونات تاني. معايا هنا كوبايتين من السكر. انتي لو هتعملي نص كيلو هتحطوا كوبايه واحده، لكن انا هعمل كيلو النهارده، فقلت اخلص بقى يعني اعملها لهم وهم ياكلوها بالف هنا بقى براحتهم. هعمل كيلو، عشان كده حطيت كوبايتين من السكر. انما انت لو هتعملي نص كيلو هتحطوا كوبايه من السكر، عليها ربع كوبايه من الميه، وتوطي عليهم النار خالص يتكرملوا. فانا حطيت هنا كوبايتين من السكر، هحط عليهم نص كوبايه من الميه يتكرملوا، وبعدين نشوف هنعمل ايه. شايفين معايا يا جماعه اهوت؟ شايفين السكر بعد ما ضفت عليه الميه سبته على نار هاديه لحد ما بدأ خلاص معايا ان هو اتكرمل، خلاص يعتبر كرمله هاويه. هبدأ بقى دلوقتي في الحاله ديت هنزل عليه بالسمنه، تمام. ما احنا شايفين كده. هبدأ بقى دلوقتي انزل بالسمنه. معايا كوبايه ونص كده، حوالي كوبايه ونص او ازيد، 3/4 كوبايه سمنه على النص كيلو. فانا هنزل دلوقتي بكوبايه ونص من السمنه، تمام. يبدأوا ان هما يسيحوا مع الكراميل بتاعنا. نبدأ ننزل ببقية المكونات زي ما احنا شايفين مع بعض اهو يا جماعة. السمنة خلاص ساحت مع الكراميل بتاعنا. هبدأ في الحالة ديت ان انا لو كنت معلية النار هبدأ ان انا اوطي النار. ليه بقى؟ علشان هنضيف المادة اللبن، وزي ما احنا عارفين لازم يكون في حاجة غويطة عشان هيفور دلوقتي زي ما احنا هنشوف مع بعض اهو. هنقلب بقى كده كله مع بعضه عشان كله يتفكك كده. مجرد بس ياخد غلوة على النار وهنطفي عليه علشان ما يمررش معانا الكراميل، تمام. على ما هو ياخد الغلوة بتاعته هنبدأ نجهز المواد الجافة بتاعتنا. معايا هنا كيلو سميد، هبدأ احط عليه حوالي معلقة كده كبيرة من البيكنج باودر، وهنحط عليه فانيليا، تمام. معانا كده ظرف من الفانيليا. في ناس بتحب تحط لها جوز الهند، وانا من عشاق جوز الهند، بس في ناس طالبينها عندنا النهارده من غير جوز الهند، فانا هعملها لهم ساده كده بس. هنبدا بقى نخلط المكونات بتاعتي زي ما احنا شايفين كده مع بعض. هفرغها في حاجه واسعه عشان لما نيجي نضيف لها الماده السائله. خلاص قلبنا الخليط بتاعنا، حطيناه في حاجه واسعه. هننزل دلوقتي بكوبايه من الزبادي عليه. نبدا كده نخلطها معاه، كل ده على ما الخليط بتاعنا اهوت بياخد غلوه كده مع بعض، تمام. ممكن لو مش عايزه تضيفي خطوه الزبادي ديت براحتك، يعني ممكن تحطيها وممكن لا. الخليط بتاعنا خلاص بدأ ان هو يغلي اهوت. هنطفي بقى عليه النار وهنسيبه بس يبرد شويه، وبعدين ننزل عليه على خليط البسبوسه.
خلاص يا جماعه الخليط بتاعي بارد اهوت، هبدا ان انا انزل بيه على الخليط بتاعنا اهوت. انا مش بعجن في خليط البسبوسه يا جماعه، انا مجرد بس بلم العجين مع بعض، يعني بلم الخليط كده مع بعضه. البسبوسه ما بتتعجنش. انا نزلت بشويه وبعدين هنزل ببقيه المكونات السائله. هي محتاجه شويه كمان، فهنزل بشويه كمان من المكونات السائله. لان كل نوع سميد بيختلف من نوع لاخر، ففي نوع بياخد مواد سائله كتير، في نوع بياخد مواد بيبقى مظبوط. فانا مش بنزل بكل المكونات السائله مره واحده، علشان لو هي محتاجه سميد وانا مش عندي. تمام. عندي بقى الصواني بتاعتي اهوت انا جهزتها. هبدا انزل دلوقتي بالخليط بتاعي. وافرده في الصينيه. شايفين يا جماعه البسبوسه معانا بسم الله ما شاء الله، هي لسه طالعه من الفرن. شربات البسبوسه يا جماعه بيكون سخن، يعني هي بتبقى سخنه والشربات بيبقى سخن. ننزل عليه كده. نجاح البسبوسه معاكي ان هي تشرب الشربات بتاعها زي ما احنا شايفين كده مع بعض. شايفين الجمال؟ شربت الشربات بتاعها اهيت. شايفين بس لونها وجمالها حلوه جدا. عايزه بقى تسيبيها ان هي تبرد شويه. نسيت اقول لكم صحيح، الشربات بتاع او السيرب بتاع البسبوسه بيبقى عباره عن ايه. بحط 3 كوبايات، لان انا عامله مضاعفه الكميه زي ما قلنا. لو انت هتشتغلي على اساس نص كيلو بتحط كوبايه ونص من السكر، عليها كوبايه من الميه، وبتسيبيهم على النار. نص لعصره ليمونه، وشويه من الفانيليا، ومعلقتين من العسل. حابه تحطهم اختياري، مش حابه براحتك. وبتسيبيهم يغلوا على النار حوالي 7 دقايق كده، وبعدين تطفي عليهم. البسبوسه بتطلع سخنه وهو بيطلع سخن، وتقومي طافيه عليه. عليكم حته كده وهو لسه سخن اصلا، يعني بسم الله ما شاء الله هي لسه سخنه. نقطع كده حته واوريكم ازاي البسبوسه بتاعتنا مرمله وجميله جدا، ويبقى بقى طعمها في منتهى الروعه والجمال. شايفين طالعه معايا الخلطه بخرطتها، حاجه كده خيال يا جماعه. والله لازم تجربوها بالطريقه دي، هتعجبكم جدا. شايفين البسبوسه؟ شايفين البسبوسه ازاي مرمله معانا وجميله؟ بس وده كان الفيديو بتاعنا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم بقى ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد بنعمله. يا اجمل واحلى متابعين في الدنيا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.